الزمالك يا جماعه زعلانه من اداره نادي الزمالك. بيقولوا لاداره نادي الزمالك ازاي النادي الاهلي يعلم علينا ويجيب بن شرقي، مع العلم ان ممدوح عباس كان مخلص الكلام خلاص مع بن شرقي، وكان هيجي نادي الزمالك مقابل $1,400,000. هو الصراحه كان ممدوح عباس هيدفع $1,400,000 وكان حاجز له تذاكر الطيران. بس هنا مجلس اداره نادي الزمالك قالوا ممدوح عباس لا استنى، قال لهم ايه؟ قالوا لا انت تدي بن شرقي $400,000 $1,000,000 هنقسطهم له. طبعا بن شرقي قال لهم انت تعذبوني؟ لا يا جماعه، الراجل كان قايل لي هيديني كاش $1,400,000. قالوا لا يا بن شرقي ده احنا عندنا ازمه، وخد 400 مشي نفسك ونقسط لك $1,000,000 على ايه؟ على مدار الموسم. قال لهم لا ما ينفعنيش الكلام ده الملك المعروف وقعد يبص لهم وانا عايزكم. قالوا لا هنقسط. طبعا هنا الاهلي على طول لخص الكلام وعلى طول مضى بن شرقي، وبن شرقي خلاص يا جماعه في الاهلي رسميا. طب جمهور الزمالك زعلان من اداره نادي الزمالك؟ ايوه من حقه يزعل. طب ليه؟ عشان الاداره مش ناجحه في الصفقات. النادي الاهلي كل شويه بيعلم على الزمالك في الصفقات. امام عاشور علم على الزمالك، بن شرقي دلوقتي بيعلم على الزمالك، احمد رضا احد ناشئين نادي الزمالك وبيلعب في بتروجيت مضى للاهلي. انتوا عايزين ايه تاني من كده؟ يعني الاداره دي بتعمل ايه في الزمالك؟ طب هل جمهور الزمالك من حقه يزعل؟ طبعا من حقه يزعل. انا جمهور الزمالك يا جماعه صعبان عليا والله. اداره نادي الزمالك خلاص كده هتضيع نادي الزمالك. انتوا اي صفقه بتحاولوا تجيبوها النادي الاهلي بيعلم عليكم فيها. طب زيزو ايه ظروفه؟ احلف لكم ان زيزو في الاهلي. زيزو يا جماعه خلال ساعات هيمضي للنادي الاهلي، وابوه صرح بكده وقال لاداره نادي الزمالك الاهلي انا داخل معاه في مفاوضات عشان انتوا مش قادرين تقدروا قيمه زيزو. قال لك لا ده بيقول كده بس عشان يرفع السعر بتاع زيزو. لا خلاص يا جماعه زيزو مضى في النادي الاهلي، وكل شويه النادي الاهلي بيعلم على نادي الزمالك في الصفقات. طبعا النادي الاهلي داخل بسكواد جامد يا جماعه عشان داخل بطولات. النادي الاهلي يا جماعه داخل كاس العالم للانديه. طبعا تريزيجيه كمان جاي، حمدي فتحي جاي. انتوا عايزين ايه تاني؟ بن شرقي خلاص بيخلص مع الراني القطري عشان خلاص هيجي النادي الاهلي خلال ساعات هتلاقي بن شرقي الاعلان بتاع النادي الاهلي بيعلن الصفقه من ضمان بن شرقي. طبعا جمهور الزمالك الله يكون في عونه، جمهور الزمالك صعبان عليا والله. جمهور الزمالك خلاص بيعيط بالدموع من الاداره بتاعت نادي الزمالك.